الرز شايفين ولا معجن وشوفوا عامل ازاي. اللهم صل على النبي. انا عايزاكم تجربوه بجد، جربوه، واللي يجربه ويطلع حلو يدعي لي دعوه حلوه يا جماعه. السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. هعمل لكم اكله جميله جدا من الزمن الجميل القديم. الاكله دي قديمه جدا وهقول لكم هنعمل فيها ايه. انا هشوي البتنجان هنحطها قاعده كده، وبعد كده هنيمها كده، ولما تشوي الشوي كويس واقول لكم نعمل ايه. كده انا صفرت البصل، دي بصله صفرتها، وهحط عليها حته فلفل وفصين توم، وهقلب كده اهي، وهسيبها تتخدع. هقلبها تقليبه كويسه، لا هسيبها تتخدع ولا هحط عليها ولا هقلبها تاني ولا شوفوا بقى القطه اتعملت ازاي. الصلصه الصلصه مفيهاش خالص. الطريقه دي يا جماعه انك تحطي الصلصه على الحاجات اللي عاملاها وما تقلبهاش، ما تلزقش وما تطرطش على البوتاجاز. شايفين البوتاجاز اهو، هو لا مفيش نقطه كده طرطشه. المعلومه دي على فكره انا بقولها في فيديوهات كتير بس ما حدش بيستجاب ليها. اهي هغليها واقول لكم هنعمل ايه تاني. ايه رايكم بقى اما تيجوا نجمع اكلتنا الجميله ديت اللي من غير لحمه بس هتبقى مغذيه جدا. البتنجان شويناه، حطينا عليه ايه بعد ما شويناه، قشرناه كده وقطعنا عليه، عصرنا عليه عصره ليمون علشان ايه ما يسودش. لكن انتوا عارفين البتنجان كله حديد، يعني اكله كلها مغذيه يا جماعه. هنحط ايه بقى؟ هنحط كل الخلطه بتاعتنا الجميله اللي عملناها دي مع بعض عليه. شوفوا بقى، وهنقلبه تقليبه وظبطنا حياءه. حطيت له كمون وذره كركم كده بسيطه وفلفل اسود وملح، مفيش غير كده. وتعالوا بقى شوفوا الجمال ده. هقلبها بقى تقليبه حلوه عشان انا بصور وايه، واحطها في الفرن وتستوي بقى. واوريكم جمالها بقى. اكله جميله ومفيش حد عملها على اليوتيوب، وان شاء الله تعجبكم جميعا. شوفوا يا حبايبي، احنا كلنا من الرز وشايفين عامل ازاي اهو، شايفين مفلفل وجميل ازاي اهو، تحفه تحفه بجد، ولا معجن ولا في اي حاجه غلط، جميل وجربوه.